شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا ولد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، تعالوا بنا لنعيش اليوم مع آية من كتاب الله عز وجل، حيث قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه الآية ونكمل ما تبقى من الحديث. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش موته وكان بجواره ركوة بها ماء أو علبة بها ماء، فجعل يدخل يده في هذا القدح أو في هذا الماء ويمسح عن وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. النبي صلى الله عليه وسلم تضرع هذا الكأس ونام على هذا الفراش وتألم من سكرات الموت. وربنا جل في علاه يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق
أي أن هذه السكرات حق لا ريب فيه. وقال بعض السلف الصالح أن سكرات الموت أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض ونشر بالمناشير. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق. انظر، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال تعالى: كلا إذا بلغت الحلقوم. نعم عباد الله، الموت سيأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال بعض السلف: الموت كأس وكل الناس شاربه. قال البعض: الموت قبر وكل الناس داخله. وقال البعض: الموت باب وكل الناس داخله. الموت كأس وكل الناس شاربه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. انظر إلى تعبير ربك جل في علاه: كل نفس جاء على وجه النكرة. كل نفس للعموم والشمول. نعم، كل نفس من إنس وطير ووحش وجن وملك، كل ما يدب فيه الروح. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكأن الله عز وجل جاء بهذا الموت كأنه طعام أو شراب، فقال: كل نفس ذائقة الموت، آكلة الموت، شاربة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، الله عز وجل شتان لله عز وجل أن يسوي بين الطائع والعاصي. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فيوفي الطائع بالجنة ويوفي العاصي بالعذاب. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار اتقوا النار ولو بشق تمرة وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائف، متاع يغرك، متاع كاذب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يا عباد الله، قل يتوفاكم ملك الموت. الله عز وجل
يسمى بعزرائيل كما يقال، وإنما سميت ملك الموت في القرآن وفي السنة. أما هذا الخبر خبر موضوع على الدين وما يسمى بعزرائيل، ولكنه يسمى بملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وورد في الحديث الضعيف أن الله عز وجل حينما يقضي على الخلائق جميعا ونفخ في الصور فصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يتفرد الرب جل في علاه وينادي على ملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ فيقول يا رب، وهو أعلم، فيقول يا ربي بقيت حملة العرش، وبقي إسرافيل وميكائيل وجبريل، وبقيت أنا العبد الذليل بين يديك. فقال تعالى: فلتمت حملة العرش. إذا من يحمل عرش الرحمن؟ الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد. ثم يناديه أخرى ويقول له: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ وهو أعلم سبحانه. فيقول: يا ربي بقي ميكائيل وإسرافيل وجبريل، وبقيت أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول: فليمت إسرافيل. ثم ينادي مرة أخرى: فليمت جبريل. فينادي مرة أخرى: فليمت ميكائيل. ثم ينادي ملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي؟ فيقول: يا ربي وهو أعلم بقيت أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول: يا ملك الموت لقد كتبت الفناء على خلقي فمت يا ملك الموت. حتى ملك الموت يموت، الكل سيموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا ينادي: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، فيجيب على نفسه ويقول: لله الواحد القهار. نعم يا عباد الله، الكل سيموت، الكل سيفنى. يا من أكلت الحرام، ويا من ظلمت الناس، ويا من ظلمت الجيران، اعلم أنك ستموت وتحاسب بالمثقال الذرة. يا الله، أي دين هذا؟ أي دين هذا فيحاسبك بالمثقال الذرة؟ دخلت سائلة على عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها الحاجة، فأتت بتمرة أو بعنبة ووضعتها في كفها، وكانت هناك امرأة تجلس مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت لها: ماذا تفعل هذه التمرة أو هذه العنبة؟ فقالت: كم فيها من المثقال الذرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، الكل سيموت، الكل سيفنى. أين الأنبياء؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ بل أين أجدادك وأصحابك الذين كانوا يمشون حولنا ويعمرون بيننا؟ أين هؤلاء؟ الكل سيفنى، الكل سيموت،
والله حي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم يا عباد الله، قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت الروح الحلقوم وقيل من راق، أي من الذي يبذل له الرقية ليشفى. كلا إذا بلغت التراقية، أي كلا إذا بلغت الروح الحلقوم وقيل من راق، من الذي يرقيه؟ أين الطبيب الذي يعالجه؟ أو أين الذي يبذل له الرقية فيشفى؟ أو أين الذي يرقى بروحه من الأرض إلى السماوات العلى؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، وظن في القرآن أي تأكد وتيقن أنه سيفارق الدنيا، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. أين الصلاة؟ أين صدق الدين؟ أين صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الصدقات؟ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كان إذا قيل له حي على الصلاة، حي على الفلاح، هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الإسلام، هيا بنا إلى الزكاة، هيا بنا إلى الصيام، هيا بنا إلى الحج إن استطعت إليه سبيلا، فكان يسخر منه. يقول لك كده: إلنا يا عم الشيخ، خدني على جناحك يا عم الشيخ. نعم، ويتكلم بألفاظ فيها سخرية، ولكن عند الموت سيعلم الحق من الباطل. الكل سيموت، الكل سيفنى، الكل سيرجع إلى ربه. نعم، ينام على فراش موته، ينام على فراش مرضه، ويتذكر ويأتي هذا الشريط من يوم أن جرى عليه القلم إلى هذه اللحظة، ينظر إلى أعماله، ينظر إلى حسناته، ينظر إلى سيئاته. أين هذا الرجل حينما قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وكان يغضب ويحمر أنفه، وكان يسب دين الله عز وجل والعياذ بالله. وإذا ما ذكرته يتهكم عليك ويسخر منك. يقول لك: ربنا اللي هيحاسبني يا أخي، أنت هتحاسب الناس. نعم، وحينها ينام على فراش موته ويتذكر وينظر إلى أحبابه وينظر إلى إخوانه يقتربون منه طارة ويبتعدون عنه طارة، وينظر إليهم نظرة تمني، نظرة شفقة، نظرة رحمة. يا إخواني، يا أحبابي، أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا الذي بنيت الدور، أو أنا الذي بنيت القصور، وأنا الذي عمرت الدور. أنا صاحب التجارة، أنا صاحب الوزارة، أنا من أنا الذي كنت آمر وأنهى، أنا صاحب الأموال، أنا صاحب الأطيان، أنا صاحب العمارات، أنا صاحب السيارات، أنا صاحب المنصب. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي
أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم يا عباد الله، تنام على فراش موتك وكأنك في ملكوت آخر، وكأنك في عالم آخر، وهو كذلك. ترى أمامك الملائكة، ترى أمامك ملائكة الرحمة إن كنت من المؤمنين المصلين، ترى أمامك ملائكة العذاب إن كنت من تارك الصلاة أو إن كنت من المذنبون العصاة. تنظر إلى هؤلاء فإن كانت ملائكة الرحمة فتستبشر وتنظر إليهم وتضحك وتفرح، وهم من حولك ينظرون إليك وما يعلمون أنك في عالم آخر. أو إن كنت من تارك الصلاة، تارك الصيام، تارك الزكاة، تارك تعاليم الإسلام، تنظر إلى هذه الملائكة فترى ملائكة النار ملائكة سود الوجوه، فتغتم لهذا وتبكي لهذا وتنظر وتبتعد، تريد أن تبتعد وتشير إلى هذه الملائكة هكذا. والله لقد رأيت رجلا يحتضر ويشير بيده هكذا وكأنه يقول ارجعوا عني ارجعوا عني. فأقول له ماذا تريد؟ ماذا تفعل؟ وهو لا يتكلم، وهو في علوم أخرى، وهو ينظر نظرة بعيدة، نظرة حاضرة، وأنت تجلس معه ولكن الملائكة تحوطه، إن كانت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. عباد الله، الكل سيموت لا محالة. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، ينام على فراش موته، يتألم من السكرات والكربات، فكيف بنا نحن المذنبون العصاة المفرطون في جنب الله؟ ماذا ستقول لربك غدا إذا ما وقفت بين يديه؟ ماذا ستقول؟ أكنت من الطائعين أم كنت من العاصين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم من سكرات الموت، وحينما يمرض والله عز وجل يبتليه بمرض الحمى أولا، ويدخل عليه أحد الصحابة فيريد أن يضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطيق من شدة الحرارة، فيقول يا رسول الله أراك توعك وعكا شديدا، أراك تمرض مرضا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. وتشتد عليه الحمى ويشتد به المرض، وتدخل عليه فاطمة، وكانت إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها من رأسها وأجلسها في مجلسه. أما اليوم لا يستطيع القيام ولا يستطيع الكلام، فناداها وأصرها في أذنيها فبكت، ثم ناداها مرة أخرى وأصرها في أذنيها فضحكت. نعم يا عباد الله، فلما سئلت بعد ذلك قالت أنه أخبرني أنه سيموت في وجعه هذا. وأما الخبر الثاني قال لي أنك أول لحوقا بي بعد موتي، أنت اللي هتموتي أول شخص من أهل البيت سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فاطمة. نعم، يدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وكان بيده سواكا يستاك به،
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السواك. اسمع يا عبد الله يا من تركت السنن، وحينما نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، تقول هذه سنة، هذه سنة، هذه سنة، وأراك قد تركت السنن بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا السواك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقالت عائشة الصديقة بنت الصديق يا رسول الله أتريد السواك؟ فأشار برأسه أي نعم، لا يستطيع الكلام. فأخذت هذا السواك ولينته وقدمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به استياكا جيدا. نعم، وتشتد الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. حزن الصحابة وبكت الصحابة والتفت الصحابة حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقون الخبر. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليال، فكان لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة. فحينما جاء وقت صلاة العصر يا تارك الصلاة اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم.